أهلا، أنا ليلي باد. عصر اللعب انتهى. انقراض من تاني. تخيل معايا كده لو قلت لك ان النهايه اللي شفناها في فيلم توي ستوري 5 ما كانتش النهايه الاصليه اصلا، وان واحده من اكتر الشخصيات تاثير في قصه جيسي كانت هترجع بعد سنين طويله جدا في مشهد كان ممكن يخلي الجمهور كله يعيط. الاغرب من كده ان الفكره المحذوفه دي ممكن تكون كشفت مستقبل السلسله بالكامل، ويمكن تكون اول دليل حقيقي على رجوع اندي من جديد في توي ستوري 6. فيا ترى بقى ازاي كانت ايميلي هترجع، وليه بيكسر شالت المشهد ده في اخر لحظه؟ وهل ده فعلا تمهيد لعودة أندي والطفل بتاعه في المستقبل؟ خلونا مع بعض في الفيديو ده نعرف كل التفاصيل ونحلل مع بعض السر الكبير اللي اتكشف عن النهاية الأصلية لفيلم توي ستوري 5. طبعا قبل ما ندخل في الأحداث أو في فيديو النهاردة خليني أقول لك إن هيكون في حرق للجزء الخامس من سلسلة توي ستوري، فلو لسه ما اتفرجتش على الفيلم بلاش تكمل الفيديو ده علشان خاطر ما يتحرقش عليك أي حاجة من الفيلم، ولكن لو اتفرجت على الفيلم فخلاص كمل الفيديو عادي جدا مفيش أي مشاكل. ولو اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، ويلا مع بعض كده نكمل الموضوع. أمان. فيلم توي ستوري 5 كان رحله عاطفيه قويه جدا بالنسبه لجيسي، لانها في الوقت اللي كانت فاكره فيه ان بوني هتسيبها وتتخلى عنها زي ما الملكه الاصليه ايميلي عملت معاها زمان، اكتشفت حاجه غيرت نظرتها لكل اللي حصل. جيسي بتوصل للشجر اللي كانت هي وايميلي بيلعبوا عندها زمان، وهناك بتلاقي صندوق ذكريات قديم مدفون، ولما بتفتحه بتكتشف ان ايميلي بقى عندها بنت، والاجمل من كده انها سمت بنتها جيسي على اسم لعبتها المفضله وهي صغيره. لكن اتكشف دلوقتي بقى ان ده يعتبر كده ما كانش النهايه الاصليه للفيلم. اللي بنعرفه مؤخرا ان ايميلي كانت دايما عنصر اساسي في القصه، لكن بدل ما تظهر مجرد صوره كانت هترجع بنفسها بشكل مباشر. ففي كتاب The Art of Toy Story 5 كشفت المخرجة المشاركة كينا هاريس إن إيميلي كانت هتقابل جيسي مرة تانية بالصدفة، وقالت هنا إيميلي بقت جدة دلوقتي وكانت هتعرف حفيدها على اللعبة بتاعتها المحبوبة من أيام طفولتها في مشهد مؤثر جدا قرب نهاية الفيلم. رسمت المشهد ده وأنا بستكشف لحظة الحنين الخاصة دي، ورغم إن الفيلم راح في اتجاه مختلف في النهاية كنا عارفين دايما إن العلاقة الخاصة بين جيسي وإيميلي هتفضل عنصر أساسي في توي ستوري 5. والصورة اللي كانت بتتكلم عنها هي دي، واللي بتورينا نسخة كبيرة في السن من إيميلي وهي شايلة دمية جيسي، ومن مجرد رد فعل جيسي في الصورة تقدر تعرف إن المشهد ده كان هيبقى مؤثر جدا ومليان مشاعر. رجوع إيميلي بالشكل ده كان هيغير قصة الفيلم بالكامل، فالسؤال هنا إزاي كانوا ممكن ينفذوا الفكرة دي؟ فأنا شايف إن طريقة وصول جيسي وكمان الحصان للمزرعة كانت غالبا هتفضل زي ما هي من غير أي تغيير، ولكن عيلة بليز نفسها كانت هتكون مختلفة تماما، لأننا عارفين إن إيميلي عندها بنت تسمى جيسي، وفي نفس الوقت أم بليز ما كانش اسمها جيسي أصلا، وده معناه إن بليز ما كانتش هتكون حفيدة إيميلي. وعشان المشهد ده يمشي كويس مع الكلام ده كانت القصة هتحتاج تبقى مختلفة عن النسخة اللي شفناها في الفيلم. علشان أميلي كانت كده، كانت كل دنيتي. فاللي انا شايفه من وجهه نظري اننا كنا غالبا هنشوف بنت ايميلي وحفيدتها عايشين في المزرعه بدل من عيله بليز، وايميلي ترجع تزور عيلتها وهناك بالصدفه تقابل جيسي من جديد. وبكده بوني كانت المفروض هيبقى عندها صاحبه برضه، لكن بدل ما تكون بليز كانت هتبقى حفيده ايميلي، او احتمال تاني ان هما مثلا كانوا يشيلوا شخصيه بنت ايميلي خالص ويخلوا هنا بنت ايميلي هي نفسها ام بليز ويكملوا احداث الفيلم بالشكل ده. وفي كل الاحوال انا شايف ان جيسي كانت هتعيش نفس اللحظه العاطفيه وهي رايحه للشجره، وايميلي كانت هتروح هناك بدافع النوستالجيا او الحنين الماضي فقط، وهناك كانت هتقابل جيسي بالصدفه، وده كان هيوصل بقى للحظه المؤثره جدا لما تسلمها لحفيدتها، وده كمان كان ممكن يغير مصير جيسي بالكامل، لان من المحتمل جدا ان جيسي كانت تسيب المجموعه وتروح تعيش مع حفيده ايميلي، وده في الحقيقه كان الاتجاه اللي ناس كتير متوقعاه قبل نزول الفيلم، خصوصا ان جيسي كانت محور الاحداث الرئيسي، لكن السبب اللي خلى بيكسر تغير الفكره دي هو ان هم حسوا ان هي متوقعه زياده عن اللزوم. ولكن اهم سؤال هنا ايه بقى تاثير القرار ده على مستقبل افلام توي ستوري، خصوصا ان اندرو ستانتون لمح اكتر من مره لامكانيه وجود جزء جديد في السلسله، والحقيقه ان الموضوع اكبر مما الناس متخيله، لان ده بيثبت ان بيكسر مستعده ترجع شخصيات قديمه من جديد، وان النقاشات دي بتحصل فعلا جوه غرف الكتابه اثناء تطوير القصص، وده معناه اننا فعلا ممكن نشوف ايميلي ترجع مره تانية كجده في توي ستوري 6، ولكن بعد ما الفيلم قدم حل نهائي للعقده بتاعت جيسي النفسيه من خلال صندوق الذكريات في الجزء ده، فانا مش شايف ان رجوع ايميلي بقى ضروري دلوقتي. القرار ده بيفتح الباب ليه فعلا هو رجوع مالك تاني اهم بكتير، وطبعا انا هنا بتكلم عن اندي، واعتقد ان اغلب الجمهور نفسه السلسله تنتهي بشكل كامل عن طريق رجوع اندي وهو عنده طفل خاص بيه، لان دي هتبقى لحظه وقتها نقول ان الدائره اكتملت بكل معنى الكلمه، ومع التلميحات ان توي ستوري 6 ممكن يكون نهايه فتره بوني مع الالعاب،
فده يخلي فكرة رجوع أندي منطقية جدا. يمكن بوني في النهاية تقرر ترجع الألعاب لأندي من جديد، واللي وقتها يكون عنده طفل يحافظ على الألعاب زي ما والده كان بيعمل. مش ممكن ننسى الأطفال اللي زي أميلي أو أندي، بس هم اللي بينسونا. وفكرة إن بيكسار كانت ناوية ترجع إيميلي بنفسها ومعاها عيلتها في المستقبل بتدل إن الاستوديو فعلا مستعد يعمل حاجة بالشكل ده، وده يعتبر أقوى دليل شفناه لحد دلوقتي على إمكانية رجوع أندي في المستقبل وهو عنده طفل وعيلة خاصة بيه. والحقيقة إن الفكرة دي تحمس فعلا الواحد بشكل كبير جدا اتجاه الجزء الجديد، لأن مش شايف طريقة أفضل من دي يرجعوا بيها وودي وباقي العصابة ويقفلوا قصتهم بشكل مرضي، غير طبعا إننا نشوف طفل أندي وهو بيتعرف عليهم. وعشان كده رغم إننا ما شفناش إيميلي بنفسها في الفيلم، إلا إني شايف إن اللي عملوه في القصة كان مثير للاهتمام فعلا، لكن المتحمس ليه أكتر هو إن الفكرة نفسها تكون لسه موجودة في دماغ بيكسار، ويمكن في يوم من الأيام توصل فعلا لرجوع أندي. بس بالرغم من كل الكلام اللي قلته لك ده وان المفروض يعني ننهي السلسله مع الجزء الجاي، الا ان بصراحه كده شايف ان بيكسر وديزني مستحيل يعملوا حاجه زي دي. من الاخر كده طول ما السلسله بتجيب فلوس حتى لو احنا هنحلب الشخصيات، يبقى تعرف على طول ان السلسله دي هتفضل مستمره. خصوصا ان على الجانب التاني كل ما يقدموا فيلم جديد للاسف الفيلم ده بيحققش نفس النجاح اللي بيقدمه مثلا سلسله شهيره زي توي ستوري او حتى كمان انكريدبلز او يمكن كمان مثلا شركه المرعبين. فعشان كده دايما هتلاقي ان شركة بيكسر ممكن تعدي سنين ولكن ما تنساش سلسلة ناجحة زي سلسلة توي ستوري او اي فيلم من الافلام اللي قلت لك عليها. وده برضه اللي رجعنا نفس الدايرة تاني، ان احنا اكيد هنشوف اجزاء جديدة للاعمال الناجحة زي توي ستوري او غيره. أندي مصيره يكبر، هي دي سنة الحياة يا ابني. فيا ترى بقى شايفين ان النهاية اللي خدها توي ستوري 5 كانت افضل ولا اسوأ من النهاية الاصلية اللي كانوا مخططين ليها؟ وكنتوا فعلا حابين تشوفوا ايميلي ترجع بنفسها في الجزء ده ولا لا؟ وكمان شايفين ده يعتبر تأكيد او تلميح قوي ان اندي ممكن يرجع في مستقبل السلسلة؟ كالعادة بقى هستنى رأيكم في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا واول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام. لا 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 لو سمحت استني، انا بغير اصلي ماشي. بقى كده. لا 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 لا, لا.